السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة يلا كروشيه. فيديو النهاردة هنعمل الكارديجان السهل والبسيط قوي ده، مناسب لاي حد حتى لو مبتدئ يعمله. شايفين الكم وجماله اهو، سهل بسيط قوي وشيك جدا. يلا بينا نبتدي ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. ايه الادوات اللي هستخدمها؟ هستخدم خيط اليز انجرو جولد. الخيط ده فيه نسبة مهير حلوة قوي ورفيع وبيدفي جدا جدا. هستخدم معاه ابرة مقاس 3.5، وهستخدم مزورة للقياس، وهستخدم مقص. مش هستخدم حاجة تاني غير كده. يلا بينا. بعمل عقدة بداية وبفضل ماشية مجموع من السلاسل يقبل القسمة على 6، وفي نفس الوقت يطلعولي في الاخر 80 سنتي. 3 4 5 6 7 8 9 10. عملت السلاسل، طلعوا 150 سلسلة. هبدأ هاخد سلسلة ارتفاع وهشتغل السطر ده كله. في كل السلاسل اللي انا عملتها دي هشتغل غرزة حشو. الحشو اللي مش عارفها، بدخل واسحب الخيط واطلع، هيبقى عندي لفتين اسحب واطلع من الاتنين. هكمل السطر كله غرزة حشو. مشيت الصف غرزة الحشو، بعدين هاخد سلسلة ارتفاع وهلف الشغل بتاعي. هبدأ بقى هدخل في اول واحدة وهعمل حشو، بعدين هسيب 2 وادخل في التالتة وهعمل غرزة عمود بس الطويلة. انا منزله لكم فيديو بيها قبل كده. بعمل جوه نفس المكان 5، بلف واطلع بلف واطلع بلف واطلع. لو انتي هتستخدمي خيط تخين شوية اعملي عادي العمود العادي خالص. انا بعمل العمود ده عشان بيدي طول اكتر، عشان الخيط ده رفيع فينجز معايا في الشغل. 3 4 5. هروح سايبة 2 وادخل في التالتة وهعمل حشو. بعدين هسيب 2 وادخل في التالتة وهعمل 5 عمود. بس زي ما قلتلكوا بالطريقة دي. لو هتستخدمي خيط سمكه اتخن شوية من الخيط ده يبقى عادي اعملي العمود العادي. انا بحب الخيط اللي سمكه رفيع اعمل العمود بالطريقة دي عشان بيديني طول اطول. 3 4 5. بعدين هسيب 2 وهدخل في التالتة وهعمل حشو تاني اهو، كأني بعمل فستونات. بعدين هسيب 2 وهدخل في التالتة هعمل 5 عمود. 1 2 في نفس المكان.
3 4 5. بعدين هسيب 2 وادخل في التالتة واعمل حشو اهو. هفضل كده لحد نهاية السطر بتاعي. اسيب 2 واعمل في التالتة 5 عمود، واسيب 2 واعمل في التالتة حشو. تلاتة 4 5. وهروح سايبة 2 وعاملة في التالتة حشو. وهفضل كده لحد بقول لكم نهاية السطر. مشيت السطر كله لحد ما وصلت للآخر، بسيب 2 وادخل في التالتة واعمل مروحة اللي هي 5 عمود. ولو بتستخدمي خيط رفيع اعملي عمود بطريقتي دي. 3 4 5. وبعدين بتسيبي 2 وتدخلي في آخر واحدة وبعمل حشو. بيكون ده الشكل. بعد كده هاخد 3 سلاسل ارتفاع وهلف الشغل بتاعي وهعمل في نفس المكان اللي انا عملت فيه ال3 سلاسل ارتفاع هعمل عمودين، وده هيكون بمثابة نص مروحة او نص فستونة او زي ما هتسموها. يعني خدت 3 سلاسل ارتفاع ورجعت عملت عمودين، فبقى المجموع 3 عمود. هاجي هسيب 2 وادخل في التالتة، هلاقيها في نص الفستونة بالظبط او في نص، هعمل حشو. وبعدين هدخل في الحشو اللي هو برضو لو عديت 2 هلاقيها التالتة، هدخل في الحشو وهعمل 5 عمود. 1 2 3 4 5. بعدين هسيب 2 وادخل في التالتة، هلاقيها نص الفستونة وهعمل حشو. بعديها هدخل في الحشو وهعمل 5 عمود. وده هيكون شكل الشغل بتاعي. هفضل اكرر السطرين دول. 3 4 5. بعدين هسيب 2 1 2 وهدخل في التالتة وهعمل حشو. بعدين هسيب 2 وهدخل في التالتة، التالتة هلاقيها ان هي الحشو، هعمل فيها 5. وهفضل بنفس الشكل ده لحد نهاية السطر بتاعي. فوق الحشو هعمل 5
وفي نص الفستونة او في العمود الثالث منها هعمل حشو. 3 4 5 منتهى السهولة. وبعدين هعد عمودين، 1 2، وهدخل في التالتة هعمل الحشو اهو. شايفين الشكل؟ لسه اللون غامق ما بانش، هيدخل. هبدأ بقى الالوان تفتحها كده وهيبقى باين اكتر الغرزة بتاعتي. نصيحة بقى يا جماعة، اللي المبتدئين بلاش تعملوا تستخدموا وانتوا مبتدئين الخيط ده. ليه بقى؟ اول حاجة صعب قوي انك لو اتعقد منك او كده او اي غلطة فيه انت مش هتعرفي تفكيه، يعني خلاص مش بينفع يتفك، بيتقطع. تحسي كده ان الخيوط قفشت في بعضها. شايفين الشعرات الصغيرة اللي طالعة من الخيط دي مجرد ما بتعملي الغرزة بتاعتك بتلاقي كلها لفت على بعضها، بيبقى صعب الفك. فلو حد مبتدئ ولسه هيفك ويعمل كتير فبلاش الخيط ده كبداية. او حاولي تعمليه في غرزة سهلة اللي هو انت مش هتغلطي وهيمشي معاكي ان شاء الله كويس. بيحتاج حنية عشان انا لو شديت جامد كده هيتقطع مني، فمحتاج تتعاملي معاه بالراحة خالص. فعشان كده يعني انا كان لازم اقول ان المبتدئين ما ينفعش يستخدموه. هحاول اعمل لكم ريفيو كامل عن الخيط ده، ايه مساوئه وايه عيوبه وايه مميزاته، عشان اي حد بيفكر يستخدمه يبقى عارف قبل ما يبدأ بيه ايه مميزاته وايه عيوبه. هكمل بنفس الطريقة دي لنهاية السطر وهرجع لكم. وصلت لنهاية السطر، عملت ال5 عواميد بتوعي، بعدين سلسلتين، هسيب غرزتين وهعمل في التالتة الحشو، وهرجع اسيب 2 وهاجي في اخر واحدة هعمل نص فستونة اللي هو هعمل 3 عمود. يبقى انا بدأت ب3 عمود، هعمل هنا برضو 3 عمود اهو. بعدين هاخد سلسلة ارتفاع وهلف الشغل بتاعي، وفوق الحشو اللي هو هسيب 1 2 فوق الحشو هنعمل. لا الاول هبدأ بواحدة حشو. اول حاجة في اول واحدة هعمل واحدة حشو، بعدين هسيب 1 2 وهدخل في التالتة وهعمل 5. التالتة دي هلاقيها هي غرزة الحشو. 3 4 5. بعدين هسيب 2 وهدخل في التالتة وهعمل حشو، والشغل بتاعي بقى هيكمل بالشكل ده. مش هغير بقى، بكرر العمود اللي صفين دول فوق الحشو بعمل 5، وفي اللي في النص من ال5 بعمل فوقيها حشو، والصف اللي بعده بعكس. بسيب 1 2 وهدخل في التالتة هعمل 5. 1 2 3 4 5. بعدين هسيب 1 2
واعمل الحشو، وهفضل كده لحد نهاية السطر بتاعي. انا فضلت شغالة. شايفين الشكل بدأ يبان بتاع الغرزة والالوان والجنجاه بتاعته. انا اشتغلت 5 عمود في الحشو، وهسيب 2 وهشتغل في التالتة حشو، وهسيب 2 وهشتغل فوق الحشو 5 عمود اهو. 1 2 3 4 5. وقلنا العواميد بتاعتي بعملها بطريقة الفاونديشن او اللي هي بتدي طول اكتر. انا عامله لكم فيديو كامل للغرزة دي، وان انا بحب استخدمها مع الخيوط الرفيعة زي الخيط ده او خيط الاليز ديفا في الصيف يعني. وبعدين باجي عند بسيب 2 وباجي في التالتة هلاقيها بتاع العمود الارتفاع 3 سلاسل الارتفاع، وبعمل واحدة حشو. انا كده مش هزود اكتر من كده. فهعمل ايه؟ هاخد سلسلة، هعمل الثلاث هسيب ده هيبقى الجزء اللي تحت، هيبقى ده اللي تحت في اخر الظهر، مش هعمل فيه حاجة. انا هشتغل في الثلاث جوانب التانية. هو بقى كده مستطيل ب4 اضلاع. هشتغل في الجنب ده والجنب اللي فوق والجنب التاني، وهسيب اللي فيه الفسطونات ده هسيبه زي ما هو. خدت سلسلة ارتفاع وجبت الجنب بقى كده، هلاقي هعمل في اول صف قدامي هلاقي الصف بتاع الثلاث عواميد، هعمل فيه 2 حشو 1 2، واجي عند الصف نفسه اعمل التالتة الحشو. تمام. بعدين ده عمود تاني هعمل 2 حشو، وهعمل عند القفلة بتاعته الصف نفسه واحدة حشو تاني. وادي اللي بعده هعمل 2 حشو 1 2، واعمل عند اللي بعده او القفلة واحدة حشو. هاجي اهو ده عمود هعمل فيه 2 حشو، واجي هنا هعمل واحدة حشو، وارجع تاني عند العمود 2 حشو اهو ده شكله 2 حشو. واجي عند القفلة هعمل واحدة حشو. عمود هعمل في العمود نفسه اللي هو اللي كنت واخداه الارتفاع عمود اهو. انا لفيت من الجنب ده الجنب بتاعه العمود هعمل فيه 2 حشو، واجي في القفلة هعمل الحشو التالتة حشو الحشو التالتة اهو. العمود نفسه اهو بعمل فيه 2 حشو، وهاجي هنا بعمل الحشو التالتة اهو. هاجي في العمود اعمل 2 حشو، هاجي في التالتة دي هعمل واحدة، وارجع اعمل تاني 2 حشو، وارجع اعمل في التالتة 2 حشو، وهكمل كده لحد نهاية السطر. وصلت كده لاخر السطر، هعمل في العمود نفسه الحشو، وادي العمود اهو 2
هاجي بقى ده كيرف هاخد سلسلتين وهلف كده، لفيته يعني انا كنت شغالة هنا، انا لفيت في الجنب التاني واشتغل في اول واحدة. ده بقى السطر بتاع السلسلة اللي انا بدأت بيها، عملتها وبدأت بيها، ده بقى انا وصلت ليها هنا. فقدامي بقى حاولي تشوفي العواميد وتعملي في كل واحدة واحدة حشو. كل واحدة واحدة حشو اهو. وتيجي عند الكيرف بتاخدي سلسلتين وتروحي لفة وعاملة الكيرف التاني اللي هو الجنب اهو. ده بيكون الشكل. هكمل كده برضو لحد نهاية السطر. اشتغلت وصلت لنهاية السطر، اعمل الحشو في اخر واحدة. بعمل حشو وباخد سلسلتين وبروح لفة وابدأ اشتغل هنا في الجنب ده. هاجي هلاقي عمود، هروح داخلة في العمود وعاملة سلسلتين، عمود 2 حشو، وفي اللي بعده واحدة العمود اهو ادخل فيه واعمل 2 حشو اهو، وادخل في اللي بعده وادي عمود وافضل كده لحد نهاية السطر. ومش هعمل الجنب الرابع، يعني انا عملت، افضل ماشية كده لحد نهاية السطر ومش هعمل الضلع الرابع بتاع المستطيل بتاعي. مشيت وخلصت وعملت ال3 اضلاع بتوعي وسبت الضلع الرابع. هبدأ اعمل ايه دلوقتي؟ هعتبر ده المستطيل اللي انا عملته. هبدأ اجمع الطرف ده على الطرف ده كده، وهبدأ اقفل من هنا واسيب مكان لفتحة الدراع، واقفل من هنا واسيب مكان لتحت لفتحة الدراع. يعني انا هقفل الجزء ده وهسيب الحتة دي مفتوحة، فلما دي تتقفل هاجي افرده بقى هيكون شكله كده. دول مقفولين من هنا، موجود مكان فتحة الدراع، ودي مقفولة من هنا هيكون مكان فتحة الدراع. فاهمين الفكرة؟ طيب تعالوا نجمع الطرفين على بعض عشان نبدأ نقفلهم. همسك هجمع ده على ده كده. انا سايبه الطرف الثالث الرابع مش مقفول زي ما هو، مش مبروزاه بغرزة حشو. طبعا بتختاري الجنب اللي فيه عيوب او وصلات خيط بتخليه هو، انا هخليه لجوه. وهبدأ بقى انا هعمل البرواز بتاعي هيكون باين شوية، هخليه لبره. هجيب الابرة بتاعتي وهعمل عقدة بداية اهو، كده. وهبدأ بقى ادخل الابرة بتاعتي في اول واحدة في السطر اهي، تمام. واللي قدامها في السطر التاني اهي. بدخل في الفي كاملة وهروح سحبة الخيط اللي انا عملته واطلعه كده من الجنبين وهعمل عقدة او هقفل عليها بسلسلة. اروح بقى داخله من اللي بعدها اهو، ده اللي بعدها، واروح داخله من اللي قدامها واحاول اداري واطلع واعمل واحده حشو. اللي بعدها وهعمل واحده حشو. اللي بعدها
وهعمل واحدة حشو. بدخل من الفي كاملة واعمل حشو اهو. اهو بدخل من الفي كاملة، الفي كاملة، وهكمل كده لحد المكان او القياس اللي انا واخداه. فضلت ماشية عملت لحد ما وصلت للقياس اللي انا عايزاه اهو. اعمل اخر واحدة وكده انا مش هزود تاني. هبدأ بقى اعمل الدراع. هعمله بقى ازاي؟ يلا نشوف. هاخد 3 سلاسل ارتفاع، 3، وهعمل في كل واحدة 2 عمود، عواميد بقى عادية. ادي في كل مكان واحدة 2 عمود. اللي بعدها دي الفتحة اللي هطلع منها، هعمل منها الدراع اهي. يعني انا اشتغلت لحد ما وصلت للفتحة دي دايرة كده. هشتغل في كل غرزة من الغرز اللي فيها عمودين. الاقي عندي اهو، مش انا كنت عاملة برواز ده عشان يسهل عليا الشغل، عشان ابني عليه الغرز. فهروح بقى وهفضل بقى شغالة في كل واحدة من الغرز اللي هتقابلني في نفس المكان. هعمل 2 حشو، 2 عمود اهو. هلاقيني بلف وبرجع لنفس المكان ده تاني اهو. فضلت شغالة ولف معايا، وصلت لاخر السطر. قلنا في كل واحدة بعمل 2 عمود اهو. اللي بعدها وبعدين اخر واحدة اللي قبل الاخيرة برضو 2 اهي. اخر واحدة هعمل فيها 2، وبروح جاية. انا كنت واخدة 3 سلاسل ارتفاع، هقفل في السلسلة الثالثة بتاعتي بمنزلقة اهو. اهو ده بقى الشكل. هبدأ انا عايزة الدراع بتاعي يبقى بومبي شوية او منتفخ، فهبدأ اعمل، هاخد 3 سلاسل ارتفاع وهشتغل 10 عواميد، 10 عواميد، وهاجي هشتغل 9 وهاجي في العاشر هعمل تزايد. اشتغلت 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وهاجي بقى في العاشر هعمل تزايد، يعني هعمل 2 عمود في نفس المكان. 10 هعمل ادي في نفس المكان عملت تزايد يعني 2 اهو. هكمل السطر بنفس الطريقة دي، 9 وفي العاشر هعمل تزايد، 9 وفي العاشر هعمل تزايد، 9 وفي العاشر هعمل تزايد. فضلت ماشية في السطر ده اعمل التزايد كل 10 وحدات، يعني اعمل 9 والعشرة بعمل فيها تزايد اللي هو 2 في نفس المكان، عشان انا مش عايزة يعني اعمل التزايد اكتر من كده. عشان هتشوفوا بقى انا هعمل ايه. انا هعمل الكم او اللي هو من منطقة الكوع لحد تحت، انا هعملها زي بومبي شوية. تعالوا نشوف هنعمل ده ازاي. وصلت لاخر واحدة، هعد 1 2 وفي السلسلة الثالثة من الارتفاع هقفل السطر بتاعي
بمنزلقة. بعدين هاخد 3 سلاسل ارتفاع وهشتغل السطر ده كله من غير اي تزايد، يعني هلف داير ما يدور غرزة عمود عادي خالص من غير اي حاجة، مش هعمل اي تزايد، كل عمود فوقيه عمود، كل عمود فوقيه عمود اهو لحد اخر السطر بتاعي. اهو انا مشيت، شايفين بدأت ايه توسع معايا، تدي شكل اوسع. يبقى انا اول سطر مشيته في كل واحدة عملت تزايد، عملت فيها 2، تاني سطر مشيت وعملت 9 وفي ال10 عملت تزايد، تالت سطر ما عملتش تزايد ولا اي حاجة. هقفل بقى في السلسلة الثالثة في اول واحد ارتفاع، هقفل فيه بمنزلقة. وبعدين ركزوا بقى معايا في اللي انا هعمله ده. هاجي عند اول عمود ده، هعمل فيه مش هعمل اي حاجه، هاخد 3 سلاسل ارتفاع الاول، 1 2 3، وهدخل في نفس المكان بتاعي وهعمل عمودين تاني، 1 2، فاصبح عندي 3 عواميد. هاخد سلسله وهعمل 3 عواميد، 1 في نفس المكان ده كله، 2 3. يبقى انا عملت في نفس العمود 3 عواميد، سلسلة 3 عواميد. بعدين هروح سايبة 2 وهدخل في التالتة، هعمل نفس الخطوة، 3 عمود، 1 2 3، وهروح واخدة سلسلة تانية وهعمل في نفس المكان 3 عمود، 1 2 3 اهو. كون معايا تاني صدفة، تالت صدفة، هسيب 2 وهدخل في التالتة، هعمل برضو 3 عمود، سلسلة 3 عمود، 1 2 3 سلسلة، واروح عاملة 3 عمود تاني في نفس المكان، 1 2 3 اهو. بعدين هكرر ده تاني، هسيب 2 واعمل في التالتة، هسيب 2 وهدخل في التالتة، 3 عمود، سلسلة 3 عمود، 1 2 3 اهو. هفضل ماشية السطر كله بنفس الشكل ده، هسيب 2 واشتغل في التالتة، 3 عمود، سلسلة 3 عمود، او زي ما بنقول عليها صدفات، تديلي شكل الصدفات كده. وصلت كده لاخر السطر بتاعي اهو. هعمل اخر ثانية واحدة اهو، هعمل اخر بقى واحدة، بسيب 2 واجي في التالتة، هعمل 3 عمود، 1 2 3 سلسلة 3 عمود، 1 2 3. بعدين هاجي بقى ال3 سلاسل الارتفاع، انا كده المفروض هقفل السطر بتاعي،
انا متبقي عندي 3 بس هقفل السطر، مش 2 بس. 1 2 3 هاجي في التالتة اهي وهقفل بمنزلقة. ركزوا بقى معايا في الحتة الجاية دي اهو كده السطر بتاعي اتقفل مع بعض. هعمل ايه بقى؟ هروح جاية اول عمود، تاني عمود بقى يعتبر هدخل فيه واعمل منزلقة، وفي التالت هدخل فيه واعمل منزلقة، وادي السلسلة الفراغ هدخل فيها واعمل منزلقة. انا عملت الخطوة دي عشان اوصل للفراغ بتاعي. هاجي للفراغ وهعمل 3 سلاسل ارتفاع، وهروح بقى عاملة برضو صدفة. ادي 1 2 والتلات سلاسل يبقى 3. هاخد سلسلة واعمل 3 تاني. 1 2 ودي التالتة اهي. بعدين هروح داخلة على الفراغ اللي بعده اللي هو 3 سلاسل، 3 عواميد في سلسلة، 3 عواميد. هدخل في السلسلة دي اهي اللي مكونة لي فراغ، وهعمل برضو 3 عواميد سلسلة، 3 عواميد. سلسلة 3 عواميد اهو. هدخل على اللي بعده اهو برضو في السلسلة الفراغ هدخل فيها اهو، وهعمل 3 عواميد سلسلة، 3 عواميد. 1 2 3. بعدين اللي بعده هفضل بقى شغالة في كل فراغ ده هعمل صدفة اللي هي 3 عمود سلسلة، 3 عمود، وهفضل ماشية كده لحد نهاية السطر اهو. وصلت لاخر السطر، هعمل اخر واحدة اهو. بدخل في الفراغ بتاعي وبعمل عمود 2 3 سلسلة، عمود 2 3. هاجي بقى عشان انا واخده 3 سلاسل الارتفاع في السلسله الثالثه، هروح قافله فيها بمنزلقه، وهكرر نفس الخطوه. انا عايزه اوصل لهنا، هوصل لهنا ازاي؟ ادخل منزلقه، واللي بعده اعمل فيه منزلقه، والفراغ هعمل فيه منزلقه، واخد 3 سلاسل ارتفاع، وهكمل نفس خطواتي تاني في كل فستونة اهو. بدخل بشتغل في الفراغ سلسلة 3، 1 2 3، واروح داخلة على الفراغ اللي بعده اهو. 1 2 3 سلسلة، 1 2
3. هفضل شغالة بنفس الطريقة دي كذا بقى سطر فوق بعضه، اللي هو بشتغل في الفراغ ده بعمل فيه صدفة، كل فراغ بعمل فيه صدفة، والدور اللي بعده برضو نفس الحكاية. بفضل شغالة كده لحد ما اوصل للطول المناسب او الطول اللي انا حاساه خلاص الكم اللي انا عايزاه. انا هعمله لحد هنا تقريبا عشان هعمل هنا اسوره صغيرة، فانا هشتغل لحد هنا. قيسي من الكوع لحد المكان ده وشوفي كام سنتي واعملي على قدهم الغرزة دي او الطول المناسب. فضلت ماشية اهو اعمل في الصفوف بتاعتي لحد ما وصلت للطول المناسب. انا عملت 23 سطر من غرزة الصدفة. هبدأ بقى ادي اخر واحدة، بعمل 3 عمود، بدخل اهو في الفراغ ده وبعمل 3 عمود، 1 2 3 سلسلة 3 عمود. وزي ما قلت لكم السلسلة دي اللي بشتغل فيها الصف اللي بعده اهو، يعني بعد كده بشتغل الصف اللي بعده في السلاسل الفاضية دي اللي انا واخداها بين ال3 عمود. خلاص كده نهيت السطر. هدخل في السلسلة الثالثة بتاعة الارتفاع بتاعي اهو، وهروح قافلة بمنزلقة. استنى اهو، وهروح قافلة بمنزلقة. ثواني، انا بحب اعملها في اللوب كامل او الفي كاملة، في كاملة اهو. هروح داخله في السلسله في العمود اللي بعده وهعمل منزلقه، العمود اللي بعده تاني هعمل منزلقه تاني، وهاجي في الفراغ هعمل منزلقه كمان. يبقى انا عملت فوق كل عمود منزلقه عشان اوصل للنص هنا، وهاخد 3 سلاسل ارتفاع. انا دلوقتي عايزه الم الكم بتاعي، هعمل ايه؟ التناقص بتاعي يبقى شكله عامل ازاي؟ هشتغل في كل فراغ ده كل عمود اهو، الصدفة اللي بعدها في فراغها اهو عمود، الصدفة اللي بعدها في فراغها اهو عمود، الصدفة اللي بعدها في الفراغ اهو هعمل عمود، اللي بعدها فراغ اهو ويدي عمود، اللي بعدها عمود، اللي بعدها عمود، اللي بعدها عمود، اللي بعدها عمود، لحد نهاية السطر. هفضل ماشية اهو، شايفين بتبدأ تتلم معايا. اشتغلت لحد نهاية السطر، وصلت الاول 3 سلاسل اهو، شايفين هنا دي اخر واحدة انا عملتها اهي، ودي هنا ال3 سلاسل الارتفاع اللي انا كنت واخداهم. بروح داخلة في السلسلة الثالثة 1 2 وادي 3 اهو، بروح داخله وقافله بمنزلقه، هاخد 3 سلاسل. شايف بقى الكم بتاعي لم هاخد 3 سلاسل ارتفاع 1 2 3، وهبدا اعمل بريد امامي وبريد خلفي. ادي اول واحده هعمل فيها بريد امامي، تاني واحده بريد خلفي
البريد الامامي والبريد الخلفي ايه. الامامي بخلي العمود امام الابره اهو، بصي كده، والخلفي بخلي العمود خلف الابره اهو، امامي امام الابره، والخلفي خلف الابره، يعني الابره هي اللي تبقى قدامه. عملنا خلفي يبقى ده امامي، وهفضل ماشيه كده لحد نهايه السطر، واحد امامي وواحد خلفي. دي امامي يبقى دي خلفي اهو، امامي وهي دي الخلفي، امامي وهي دي الخلفي، الامامي اهو، خلفي وامامي وخلفي تاني اهو. وصلت لنهاية السطر، بروح السلسلة الثالثة قافلة فيها بمنزلقة، اهو، وهياخد 3 سلاسل ارتفاع، والبريد الامامي هعمل فوقيه بريد امامي، والبريد الخلفي فوقيه بريد خلفي. هعمل 3 سطور، انا مش عايزاها عريضة قوي، انا عايزاها رفيعة. هعمل 3 سطور يعني كده، اللي انا بعمله ده التاني، هعمل واحد تالت وبس اهو كده خلصته، وده بقى الشكل اهو. وعملت الجنب التاني بنفس الطريقة اهو، بنفس الشكل بقى بافي كده. وهنا قفلته بالاسوره الصغيره، ما عرضتش الاسوره عشان هو شكله يعني عشان يفضل شكله كده حلو اهو. هيبقى شكله كده في اللبس، شكله حلو قوي في اللبس بجد. هبدأ بقى ادخل على الجزء اللي بعده. بعد ما عملت الايدين الاتنين هبدأ في الجزء اللي بعده. هو بقى شكله عندي كده اهو، دي الاماكن بتاع الدراعات اهي، وده الجزء اللي هيبقى تحت اللي انا ما عملتهوش بسطر كده، وده الجزء اللي فوق. طيب هبدأ اعمل فيه حركة بقى، هجيب الخيط وهعمل عقدة بداية
اهو. وهاجي من هنا من النص، هما دول كانوا 1 2 3، هاجي من التالتة العمود التالت هنا وهسحب الخيط بتاعي. اهو كده، وهروح عاملة سلسلة وهدخل في نفس المكان وهعمل منزلقة. هروح سايبة 2 اهو، 1 2، وهدخل في التالتة اللي هي مكان المنزلقة، اللي هي مكان المنزلقة دي. حاول بقى الخيط ده يبقى معايا ورايا ورا الشغل كده، وهدخل فيها هنا وهعمل 5 عمود بنفس الطريقة بتاع شغلي الأول اللي هو العمود الفاونديشن. 3 4 5. تمام. بعديها هسيب، هلاقيني بقى ده هدخل على الشغل الجديد، هسيب 2 وهدخل في التالتة، بس هحاول هخلي الخيط ده اللي انا واصلاه يدخل معايا تحت الابره، تحت الخيط. اروح جايه واخده واحده وعامله حشو، هروح جايه سايبه 2 كمان، 1 2، وهدخل في التالتة وهعمل 3 عمود، 1 2 3 4 5. وهروح سايبة 2 وهدخل في التالتة وهعمل حشو. هرجع اكمل الغرزة بتاعتي، غرزة المروحة تاني. انا اوريكم ازاي دخلت من نهاية شغلي اللي انا كنت شغلاه، بدأت في الصف الجديد عشان اعمل فيه. بكمل عادي خالص، هسيب 2 واعمل في التالتة 5 عمود، 1 2 3 4 5. وهروح سايبة 2 والتالتة حشو، وهفضل كده لحد ما اوصل للجنب التاني، وهوريكم هدخل في الصف ده تاني ازاي. طيب انا فضلت شغالة داير ما يدور لحد ما وصلت لنهاية السطر بتاعي اهو. بعملها العمود الطويل 3 4 5، واجي في العمود التالت بعمل حشو. هنا بقى هاجي لل3 سلاسل ارتفاع اللي انا كنت واخداهم وبادئه بيهم السطر بتاعي، هدخل فيهم وهروح سحباهم عندي هنا كده اهو. بدخل كده في ال3 سلاسل وبسحبهم عند الحشو وبروح عامله سلسله، وخلاص انا كده هنا هقص. وبروح سحب. طبعا انت لو عايزه بتكملي بتروحي بادئه من هنا ب5 عواميد،
وبعديها اللي بعدها حشو، هنا وهنا 5 عواميد، هنا حشو، هنا 5 عواميد، هنا حشو، نفس الطريقة اللي احنا كنا ماشيين بيها كل الادوار. دلوقتي عايزة اوريكم بقى، انا مش هعمل حاجة اكتر من كده، انتوا لو عايزين تعملوا كولا اعملوا، بس انا عايزاه يبقى كده يعني، مش هزود فيه حاجة تاني. نقول احنا عملنا ايه من البداية. احنا خدنا المقاس من الكوع للكوع والايد مفرودة، وبدأنا نعمل سلسلة بالطول ده. عملنا سلسلة ومشينا ادوار لحد ما وخدنا المقاس من اخر الظهر الاول الظهر، ومشينا سلاسل بالطول ده لحد ما تكون عندي قطعة مستطيلة. ببدأ امسك القطعة المستطيلة من الطرفين، اقفل كل طرفين على بعض كده، وانا سبت الخياطة لبره بارزة تدي شكل الضفيرة البارز ده، يبقى شكل جديد يعني. وبعد ما قفلت كل جنب، جنبين اصبحوا مقفولين، اصبح الشكل بتاعي كده اهو. رحت عامله ايه، رحت بدأت اطلع بالكم اللي عملته. انتي ممكن تعملي برضو كم عادي، بس انا حبيت اعمل في الكم الشكل الجديد ده طالع موضة جدا، اللي هو الكم الواسع ده. وسعته وعملت تزايد بصدفات، وفي الاخر قفلته باسوره صغيره عشان يتلم معايا. والجنب التاني عملت برضو نفس الطريقه دي. وبعد ما خلصت الجنبين مشيت هنا، رجعت مشيت داير ما يدور، بلف حوالين الشغل بتاعي كله بصفوف من الصدفه عادي، من المروحه عادي خالص، داير ما يدور كده. عملت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفوف، وحسيت ان انا مش عايزه ازود اكتر من كده. تمام. انت ممكن تعملي كمان كوفيه وتشبكيها فيها، او كوفيه من نفس اللون وتتلبس عليها. بس كده شكله جميل قوي قوي قوي. يا رب الفيديو يكون الشرح واضح وسهل وبسيط. الخيط مدي فخامه جدا اهو. عايزه بقى مقفول مفتوح تلبسيه بالطريقه اللي انت عايزاها. وادي الكم، شايفين جماله اهو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده، وشير كتير قوي قوي للفيديو. باي.